المقاصد الكلية تختلف عن المقاصد التفصيلية. كتاب أحكمت آياته، هذا مقصد عام، ثم فصلت، فيه تفصيل، فيه حكمة، فيه مقصد شرعي لإقامة هذه الصلاة، وإلا لا يمكن. لولا قيمة الصلاة، خذوها قاعدة، إذا رأيت الأدلة تحشد كثيرة يعني مليئة في الكتاب والسنة على تحقيق فضيلة أمر يعني حكم، أو التحذير من التفريط فيه، مباشرة اعرف أن هالقضية وهالحكم وهالفريضة أنها عظيم عند الله. ولذلك الصلاة مثل ذلك. إقامة الصلاة من يوم يقول الإنسان المصلي الله أكبر، أنت تنوي أن تكبيرتك الآن مع إقامة الفريضة تقيم بها نهضة الدنيا. أنا كنت الحقيقة أقف مع مقولة عمر بن الخطاب، وكنت في حيرة منها لما كان يقول رضي الله عنه إني لأجهز الجيوش في الصلاة. كنت أفهم الكلام هذا إنه يسهى في صلاته ويجهز كيف يرتب الجيوش، فطلع هذا الفهم خطأ. يعني أن عمر كان يقصد أنه ينوي بإقامة الصلاة أن يكون جيش الإسلام قويا، أقيم هذه الصلاة حتى يقام الحق ويقام العدل. ولذلك لا يمكن أن الله يسمي الصلاة نور. الآن أسهل طريق لتضيء الحق لنفسك في هذه الصلاة. سورة النور جاء فيها ذكر المسجد وإقامة الصلاة، لأن المنبع النور من المسجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى آخر الآيات، يسبح له فيها إلى آخر ما جاء. فكوننا نفهم أنها نور، هي نور للقلب، نور لظلمة الحياة، نور لمشاكلنا مع أبنائنا، مع زوجاتنا، مع جيراننا، نور لمن ابتعد عن طريق الهدى والحق أو حتى طريق الدعوة والتوجيه في فهم الأدلة ونصوصها ومناطاتها وإسقاطاتها وتطبيقاتها.